بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، وبادئ ذي بدء نشكر الصحافة، ممثلي الصحافة الإلكترونية بمدينة العيون على تلبيتهم الدعوة وحضورهم معنا في هذه المؤسسة لنشاط وهو يندرج في إطار الحفل التكريمي للمساهمين والمشاركين في مشروع كانت قد عرفته مدرسة طريق جرادة، وهو مشروع بناء مرافق صحية للمتعلمين مع إصلاح المراحل القديمة وإرجاعها قاعات تستغل لأنشطة تربوية وثقافية، وكذلك إنشاء ممرات وربط المؤسسة يعني بمياه الصرف الصحي، لأنه منذ مدة لم تكن مرتبطة بمياه الصرف، شبكة مياه الصرف الصحي. إذن هذا الحفل كان يعني حفلا رائعا، وكان لقاء وصل ما بين المساهمين المشاركين والإدارة، لأنهم أتوا إلى علم المكان ليعاينوا ويلاحظوا يعني كل ما أسدوه لهذه المدرسة، لأنها كانت مساهمات إيجابية، وبالفعل كان الحضور مكثفا حيث قدموا إلى المؤسسة وعاينوا يعني ما أفدت إليه تبرعاتهم وتضحياتهم. فكان لقى استحسانا يعني كبيرا لدى المساهمين، وكذلك بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسة يعني شكرت الحضور الكريم على تلبية الدعوة. وكان حاضر باللقاء يعني عدة فعاليات المجتمع المدني، المجلس البلدي، السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، رؤساء مصالح بالنيابة وبعض رؤساء المصالح الخارجية، وكذلك ممثلي الصحافة الإلكترونية. إذا نشكر الجميع من هذا المنبر وندعوهم لأن تكون يعني المؤسسة يعني بابا مفتوحا لديهم وقت ما شاءوا، ويساعدون في كل العقبات التي قد تعترض المؤسسة، لأن المؤسسة فهي في حاجة إلى تضحيات ومساندة الجميع، لأن التربية فهي مشكل الجميع وليست يعني قصرا على الإدارة التربوية بالمؤسسة فقط. ونشكر مرة أخرى الصحافة الإلكترونية على هذا اللقاء، وإلى فرصة قريبة إن شاء الله.